وادي كبده بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما شاء الله حلوه جدا 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 جدا. بصوا طعم اتفضلوا معانا. دي كانت وصفتي النهارده، يا ريت تكون عجبتكم وجربوها، هتعجبكم كتير 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 كتير. والف هنا وشفا عليكم. وما تنسونيش بالدعوه الحلوه واللايك والشير. عايزين نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد ممكن، وانتظروني في فيديو جديد. تكات وصفات دندونه الجديد دايما عندي. ويلا بينا نشوف العظمه والجمال دي اتعملت ازاي. يلا بينا على الطريقه. باي باي. خير متابعيني الكرام، يا رب تكونوا في احسن حال واتم صحه يا رب. تعالوا مع بعض نعمل الكبده بالرده، بس بتكات وصفات دندونه وبطريقه جديده انا قدمتها قبل كده، ودي تاني مره بس فيها تركايه بسيطه كده مغيراها فيها. اول حاجه عندي انا بجيب الكبده ايا كانت بقى. انت بتجيبي الكبده النوعيه اللي انت بتحبيها. انا جايبه هنا كبده كندوز، وبعدين غسلتها كويس جدا، وبعدين رحت جايبه بصلايه دعكتها بالملح والفلفل، وبعدين حطيت طماطم عليها، وحطيت فص ثوم، وبعد كده رحت عصره عليها برتقانايه بلدي كده زي ما انتم شايفين، وسبتها في التتبيله ديت من بالليل للصبح. وعندي هنا البهارات بتاعه الكبده اللي انا هستخدمها. عندي هنا حبهان ولورا معلقه، ومعلقه سماق، ومعلقه فلفل ابيض او فلفل اسمر ما يقولش لا، ومعلقه كزبره، ومعلقه كاري، ومعلقه جنزبيل. وعندي هنا الرده بتاعتي حط عليها معلقتين، يعني مثلا نقول ايه كوبايه رده عليها معلقتين من دقيق الذره، وحطيت هنا معلقه بقسماط خشن اللي هو الكريسبي دوت، بتجيبوه من اي سوبر ماركت او عطار. وعندي هنا معلقه نشا، وحطيت عليها ملح. حبايبي البهارات دي هقلبها كلها على بعض كده. كل اللي انا هاخده منها، يعني بصوا عملت لي كميه حلوه كبيره كده. كل اللي انا هاخده منها معلقه واحده بس، مش اكتر. وممكن تكتفوا بالملح والفلفل بس لو انتوا مش حابين بهارات يعني. اهي قلبتها على بعض كده. وكل اللي انا هاخد معلقه صغيره من التتبيله الحلوه ديت، مش اكتر من ذلك. والباقي هحطه في قلب علبة او برطمان ازاز لما اجي بقى استخدمه مرة تانية. هنيجي بقى هنا لخلطة الردة بتاعتي اهو. هقلب كل المكونات على بعض كده زي ما انتوا شايفين كده اهو كده. وهاخد معلقة صغيرة جدا من البهارات بتاعتي وهقلبها برضو كده. وكده بقت جاهزة معايا ان انا احط فيها الكبدة بتاعتي اهو، تبقى بالمنظر ده. يا حبايبي خلاص اهو. هبتدي بقى اخد الكبدة بتاعتي اهو كده، واروح حطاها في قلب الخلطة بتاعتي الجميلة ديت. وحاولوا انكم انتوا تغلفوها كويس جدا كده اهو، عشان ما تفكش منكم وانتوا بتقلوها، وبتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده اهو. شايفين؟ هخلص الكمية وارجع لكم تاني. بيبي اهو خلصت الكمية كلها، بس لازم تغطوها كويس جدا في الردة علشان ما تفكش منكم. حبايبي حطيت الزيت اهو، وما تنسوش رشة الملح اللي احنا متعودين ان احنا نحطها علشان الزيت بتاعنا ما يطرطش. وبعدين هبتدي انزل بالكبدة بتاعتي اهو
وطبعا نكون مهديين عليها النار علشان ما تتحمرش بسرعه اهو. نسيبها كده تاخد التحميره على الوش ده وبعدين نقلبها مع بعض. يا حبايبي خلاص اهو، هنبتدي بقى نقلبها على الوش التاني اهو. بصوا يا حبايبي خلاص اهي، بصوا بسم الله ما شاء الله اهي اتحمرت معايا، شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله اهي. خلص الكميه وارجع لكم تاني. ادي يا حبايبي الكبده ام رده اهي خلصناها اهي، وقدمت معاها بطاطس وسلطه خضراء وسلطه طحينه وجرجير، وعصرت عليه برضو برتقان اهو. بصوا بقى الجمال والحلاوه اهي، بصوا ما تسيبهاش كتير عشان ما تنشفش منكم. بصوا بصوا الجمال، بصوا بصوا، اعملوها بالطريقه ديت هتاكلوا صوابعكم وراها. ونشوف بقى طعمها. وادي الكبده بتاعتنا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما شاء الله حلوه جدا 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 جدا. بصوا طعم اتفضلوا معانا. دي كانت وصفتي النهارده، يا ريت تكون عجبتكم وجربوها، هتعجبكم كتير 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 كتير. والف هنا وشفا عليكم، وما تنسونيش بالدعوه الحلوه واللايك والشير. عايزين نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد ممكن، وانتظروني في فيديو جديد، تكات وصفات تندونه الجديد دايما عندي. ويلا بينا نشوف العظمه والجمال دي اتعملت ازاي. يلا بينا على الطريقه. باي باي.